ثالثة من برنامج وايزون، نتواصلوا معكم اليوم من 4 ل 6 مع جديد الفقرات. أكيد مرحبا فيكم ويانا، ولا تنسون أيضا خطوط التواصل معنا من خلال البرنامج على عناوين التويتر والفيسبوك والإيميل. اليوم الخميس طبعا وهي آخر حلقة في الأسبوع عندنا، عشان كذي جمعنا لكم مواضيع شيقة وكالعادة أوعدكم بالممتع والمفيد. صحيح مالك، اليوم الخميس المفروض تكون حلقتنا خفيفة، كل واحد حابب يطلع من البيت ما لازم نطلعهم يعني فرحانين من الحلقة. صح. غير هيك مشاهدين، هلا احنا حلقة الأحد والثلاثة صدمناهم، محامين، دكاترة، صح. علم نفس، شوي اليوم مواضيع كبيرة بعد كانت عندنا. ايه اليوم حبينا تكون الحلقة أخف شوي خفيفة، صح. فعشان كذي احنا راح نقوم نعرض لكم بزيارة خفيفة لمعرض العطور اللي كان صاير. طبعا الكثير من الناس عندنا يحبون العطور، سواء العطور العربية أو حتى العطور الفرنسية والبخور والطيب وغيرها من الأمور. صح. بالعادة أنا محمد أسألك شنو عندنا اليوم، صحيح. بس اليوم ما سألتك اليوم ما سألتك، كنت بسأل منى، بس طالما أنت موجود على طول جاوبت بدون ما أنا أسألك، لذلك أنت موجود ومنى صح. مالك دايما أرض معارض يعني بمشرف، دايما تعودنا إنه كل سنة في شيء، يعني بهيدا الوقت من السنة دايما في معرض العطور، إن كانت عربية أو فرنسية، والمعرض هذا بلش من يوم 21 ويتواصل معكم كذلك مشاهدينا يوم 3، فاستغلوا الفرصة وروحوا لأن في عروض كتير مميزة. ونشكر مراسلتنا اللي راح تغطت المعرض اللي هي نغم. صحيح. وراح نشوف مع بعض ان شاء الله تقرير العطور. لكن قبل في بعض المعلومات عن افتتاحيه هذا المعرض، لان المعرض مثل ما قلتي انه مستمر من خلال اليوم الثلاثاء، اكيد افتتح في تاريخ 21 ومستمر ايضا ليوم الثلاثاء. افتتح من قبل احد الشخصيات اللي كانت موجوده في هذا المعرض، وايضا كثير من الناس على فكره كان عليه اقبال وايد كبير مثل ما قلنا. المعرض كان بمشاركه اكثر من 120 شركه من الكويت والخليج العربي، ووكلاء لاشهر ماركات العطورات والطيب الموجوده عندنا المحليه وحتى الخارجيه. كانت تحت رعايه وكيل التجاره والصناعه السيد عبد العزيز مشعان الخالدي. معلومات مفيده فعلا. طبعا معرض الخريف اللي هو معرض الخريف للعطور متألق، يقول لك من تقريبا 30 سنة صار له ما شاء الله. اي، وقدم خلال الفترة هذه وايد نمو، وايد تطور، وايد، فشيء اكيد في تركيبات جديدة. رحت له انت مالك ولا بعد؟ لا بس انا سمعت عنه. انا بس لسه. خلاص ايش رايكم نروح له من خلال هذا التقرير؟ يلا نشوف. السنة دي أفضل بكثير من السنة اللي طافت أو سنين قبل كده، يعني الإقبال. بعد كده في شركات كتير يعني جديدة برضو، وده زود الإقبال زيادة، نزلت أرض المعارض غير السنة اللي طافت، غير أي سنة يعني. والأمور الحمد لله رب العالمين، الأخبار زيادة زي ما حضرتك شايفة، بس إن شاء الله عشمين يعني في الأيام اللي جاية هتكون الأمور أكتر من كده، يعني الإقبال هيكون أكتر من كده. معرض العطور كل سنة في جديد، كل معرض سنة جديد. نسبة العملاء العطور الشرقية كل سنة عن سنة يزيد، كل سنة يجي مرتين. نحضر قبلها ب3 شهور نستعد للمعرض. معرض صار مش محلي، صار عالمي الآن. لاحظت أن الشركات المشاركة من خارج الكويت ومن داخل الكويت، خصوصا من الخليج، ثم من أوروبا، مثل شركات ماركات عالمية، شركات فرنسية وإنجليزية موجودة لأول مرة تجي هالمرة. احنا العطور عندنا نجيب من فرنسا ومن اسبانيا ومن الهند، دهن العود. الورد طبعا ميزته انه نفاث حيل وقوي، ريحته فواحه حيل. العود معروفه ريحته، المسك ريحته تطول وبارده، فانت تبين عطر نفاث وقوي، تحطين العود تحطين عليه الورد يعطيك فواحان. تبين عطر يطول تحطين المسك، تحطين العود يعطيك قوه. فكل يوم انت يعني طلعين شيء جديد عندك. في عندي يعني افخر نوع دهن عود بالعالم اللي هو هندي كلاكاس. هذا يعني افخر انواع دهن العود موجود عندنا، وفي بعض المحلات بالكويت موجود عندهم، بس مشكلته انه نادر. والله انا لفيت كذا صاله، كل شيء متوفر، يعني من ناحيه العطورات، البخور، في خصم يكون وفي توفر علينا الوقت، يعني تكون محلات كلها جنب بعض. حاليا عارف انت وقت ليش داش علينا، ف
معظم اهل الكويت يحبون العطور الشرقيه اللي هي مايله اكثر شيء على دهن العود وما دهن العود وهالامور. وبما ان اليوم اول افتتاح اليوم المعرض، قلنا احنا نشوف السوق ويكون ذوقنا اكثر شيء قلت لك مايل على الشرقي وعلى البخور ودهن العود. بالنسبة للعود البخور، طبعا في العود البخور الطبيعي اللي يكون بالشكل هذا، اللي هو عبارة عن لب الأشجار المعمرة اللي موجودة طبعا في الهند وفي كمبوديا، في شرق آسيا، في فيتنام، في سنغافورة. طبعا أفضل أنواعهم اللي هو الهندي ويليه الكمبودي. ومن بعد هذا التقرير عن معرض العطور عشان نفيدكم اكثر معنا السيد خالد العنزي صاحب شركه رشه عطر. يا هلا، يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك. نورتنا بالاستديو. فيك. بدايه ليش اخترت هذا المجال عشان تخصص فيه مجال العطور؟ والله انا يعني من قبل لا افتح المحل بشركات العطور يعني كنت انا هاوي للعطور، كنت اجمع نوادر العطور ومن زمان يعني دائما اجمع النوادر واخلط العطور واطلع لي عطور جديده، فبدأت انميها وشوي وبدأت اشتغل فيها من تقريبا مده يعني. يعني ما شاء الله هي ابتدت كهوايه وانتهت بمشروع يعني كبير وانتهت الى شركه رشه عطر. اي نعم. بصراحة موضوع كتير مهم، خاصة هلا بالفترة الشتوية. نسمع انه وخاصة انه في تلائم يعني مع معرض العطور اللي بأرض معرض مشرف. حابين بس نعرف شو الفرق بين العطر الشتوي أستاذ خالد وبين العطر الصيفي. العطور الصيفية عامة هي العطور الخفيفة، عطور الورود، عطور الأخشاب، الحمضيات، العطور الطيار الخفيفة، لأن بالصيف حر شوي. والعطور الشتوية عادة تكون المخلطات والعود والورد الطائفي. ليش؟ لأنها قوية شوي يعني، لأن الواحد بس الصيف يكون حر صح ما يتحمل يعني. صح أستاذ خالد. بس شو ليش مثلا دايما دهن العود خاصة بنقول إنه إحنا بنستخدمه بالشتاء؟ ليش مثلا خاصة انه بالدول الخليجية المفروض ده يعني هن مسمي عليهم العود والعطور الشرقية، ليش حتى لو هو قوي في ناس بتستخدمه بالصيف؟ فاحنا بدنا ننصح المشاهدين ليش يا ناس ما تستخدموا هذا بالصيف. انا والله شخصيا انا استخدمه بالصيف وبالشتاء. ما يأثر. هو لا ما يأثر، هو بس صار عرف عند الناس يعني. صار ولأنه ثقيل، الناس بالصيف تبي شيء فريش، تبي ريحة فريش حار يعني. بس العود ما هو فريش، العود يعني عطر ثقيل شوي. نعم. عطر قوي يعني يقعد 4 أيام و5 أيام ويطول فيه أكثر. أما العطور الصيفية الواحد يعني يغير يوميا، فهذا السبب يعني، وعرف مش يعني. بس دهن العود ايضا يمكن صار جزء من ثقافتنا احنا كخليجيين، انه صار جزء لا يتجزأ من حياتنا تقريبا اليوميه. لكن دهن العود ما يمشي مع اي نوع بخور عدل؟ نعم. شنو الانواع اللي يمشي معاه وشنو الانواع اللي ما يمشي؟ لازم يكون نفس النوعيه، نفس الريحه، نفس النكهه. يعني نكهه الهندي تختلف عن نكهه اللاوسي، تختلف عن نكهه البورميان، نكهه الكمبودي. ما يصير تحط دهن هندي وتبخر بلاوسي. فلازم يكون نفس النوع يعني. لا تقريبا يفضل يكون نفس النكهه يعني، لان البخور والدهن العود نكهات ترى. ايه وهذا لازم يروح يعني للشاري، والشاري ممكن يعني صاحب المحل ممكن ينصح الشاري يعني. اي نعم. اذا الشاري ما هو بيعرف. مو شرط انه يتبخر بنفس العود يعني. هو اللي يتبخر بس تحط مثبت للعود، اي ريحه بخور قريبه منها تحط الملابس. بس اول ما تتبخر اذا كان نوعيه البخور زينه خلاص تمسك بالملابس وتصير ريحتها نفاثه وقويه. ولما تحط دهن العود اصلا اذا كان دهن العود اللي انت حاطه نوعيه جيده ما تحتاج البخور ما يحتاج. لا ما تحتاج، اذا كانت نوعيته جيده ما تحتاج. زين ممكن انا كشاري مثلا ما يكون عندي خبره والله اذا هذا البخور مثلا نوعيته زينه ولا هذا دهن العود زين، في مثلا صفات معينه تكون في كسره البخور نفسها عشان اعرف اذا زينه ولا لا؟ نعم، كسره البخور نفسها. البخور الطيب تلقاه ثقيل بالوزن. يعني لما يوزن لك، لما يحط لك توله تقول له حط لي توله. اذا كنت شاكب بنوعين بخور تقول له حط لي توله من هذا وتوله من هذا. شوف الحجم، اللي حجمه اقل هذا هو الجيد. ليش؟ حجمه اقل. ليش؟ لانه يكون متروس دهن داخل. عرفت؟ الخشب نفسها فيها مسامات فيها دهون. نعم. كل ما زاد الدهن كل ما زاد الوزن. ايوه، زاد الوزن وزادت جودته. وبعدين تمسك الكسره تشوف لونها، تكسرها وتشوفها من داخل. هل اللون نفس اللي برا نفس اللي داخل؟ اذا كانوا متشابهين معناته هذه الكسره جيده. ودائما تبحث عن الكسرات الصغيره، هي الاقل غش. المشكله البخور هي اكثر سلعه بالعالم تغش يعني. صحيح.
ليش؟ يحطون فيها صنبور، يحطون فيها شغلات يعني كثير. تخليها واكثر مشابهة. شيء يعني يغشون فيه الكسره الكبيره. فاحنا كتجار يعني دائما نتحاشى نشتري الكسر الكبيره، لان يا فيها مربح قوي يا فيها خساره قويه كبيره، فالواحد لازم يطالع. انا عن نفسي يعني ما اشتري الا حسب يعني على الطلب، وهذا الكسر الكبيره. نعم. يعني نتعب على الكسر الصغيره هذه اللي عليها طلب اكثر حق الزبون، واللي تكون منقيه، لان مرات انت تشتري كيلو تطلع لك كسره حلوه، كسره تعبانه، كسره، فهذا يختلف. فلازم الكسره الصغيره امن. واذا كان للزبون الكيلو إنه اذا كان المنقى سعره يزيد. ايوه هذا منقينهم نقوه يعني مو ايه. حاطينهم خالطين. حاليا ترى خلال ال6 شهور اللي فاتت هذه ارتفع سعر البخور الدبل سوبر اللي هو الفاخر، ارتفع تقريبا ضعفين او 3 اضعاف. ليش؟ ايه في بالديانه البوذيه بالصين وبالتايلاند عندهم بدينهم لازم يعطرون المعابد بافخر انواع البخور. وفي عندهم قانون بالصين سوونا حسب ما سمعت من تجار البخور المعروفين، قالوا لي فيه قاعدين يصيغون الحين قانون بالصين ان الدوله تتكفل بشراء البخور للمعابد مهما كانت قيمته. فسووا تجمع التجار الكبار، رصدوا له 4 مليار او 2 مليار عشان يصيروا موردين لم للدولة. البخور كله جو عندنا هني بالكويت، مروا على محلات العطور كلها، شنو عندك دبل سوبر عطني، حط سعرك وعطني كذي. اذا في اقبال كذي على يتكلمون. البخور العربي من قبل الدول الاسيويه. اصلا هم اللي رفعوا سعره مو احنا. اليابانيين والصينيين اتكلم عن الدبل سوبر، هم اللي رفعوا سعره لانهم يستخدمونه اكثر من عندنا، لانهم دينهم بالمعابد وهذا انه يستخدمون إيه؟ هذا البخور. اصلا جو تجار قبل 6 شهور لفوا على المحلات، اذا في عندك دبل سوبر انت صاحب محل، لا ما يقول لك كم، يقول لك عطني اياه وحط سعرك. تقريبا كم وصل؟ خلينا نقول التوله مثلا كم؟ انا كنت اشتري بخور ماليزي، كنت اشتري تولته ب 2000. هذه التوله مو تولة اسف، بكيلوه ب 2000. ب 2000 خلص عندي بطلب له. اوكي. شهر 7 اللي طاف رحت سنغافوره، ابي اشتري نفس البخور زين. كان يقول لي 12000 دينار. 12 من 2000 من 2000 ل 12 يعني من 12. فرق 10000 دينار صار في نعم. الموضوع. لا بس هذا حق تبي ولا خليه؟ قلت لا والله ما ابي. طب استاذ، تختلف العطور من مناسبه لمناسبه؟ حاليا ممكن واحد ياخذ معاه بشنطه عطر يومي، نعم وفي مناسبات تكون هي أقوى. حسب المناسبه، اذا كانت غاليه على الشخص ولا لا. يعني مثلا واحد شخص يوم عرسه تلقينه يستخدم افخر انواع العطور يوم عرسه هو، اذا مناسبه عرس واذا مناسبه دوام، يعني مناسبات، فكل واحد وحسب مناسبه. في ناس انا اعرفهم يتبخرون ويتعطرون بافخر انواع العطور يوميا متعودين بشكل يومي. اي، وفي ناس لا. وفي بس استاذ كاتيكات، يعني كاتيكات تبع عطور، اكيد كل شيء في الحياه له اتيكات. اكيد. يعني مرات بتلاقي حتى في الدوامات بتشم ريحه عطور، مرات يعني تخلي كل الناس كلها عم تشم وراك. شو هذا؟ هذا يعني بحسه انه مش ضابط يعني كدوام او كشيء تحس انه قوي. لا كدوام اكيد يعني، بس في ناس يعني في اتيكات العطور. اكيد فيها اتيكات، وهي قوه العطر ترى مو ترجع لنوعيته، ترجع على طريقه التعطير. يعني طريقه استخدام العطر. في طريقه خطا يستخدمونها الناس، انه يحط العطر على الصدر. صح. يحط على الصدر ما يفوح، بالعكس على الصدر على الانف بالضبط، فيصدع الراس. على افضل مكان نحط فيه العطر اللي هو على الاكتاف وعلى الاذن، الاماكن اللي يضربها الهواء. خلف الاذن؟ لا خلف الاذن والاكتاف. نعم. الاماكن اللي يضربها الهواء عشان يفوح وما تاذي ما تاذي صدرك يعني. نعم. يعني هذا من الاخطاء الشائعه، دائما الناس تحط كذي يعني. زين، شنو بعد من الاخطاء الشائعه بالنسبه حق البخور ودهن العود؟ انا ادري انه في ناس بالشراء الناس لما تشتري يجي يشم عطرين، يقول عطني هذا وعطني هذا، يشم يختار عطر، يرد البيت يشمه، يسال نفسه انا شلون اشتريت العطر هذا؟ ليش؟ اختلطت الروائح عليه. لانه يشم عطر ويخليه، بعدها بدقيقه يشم الثاني ونص دقيقه، العطر الاول ما زال موجود في الانف. نعم. تشم الثاني يختلطون، تعطيك ريحه جديده. فهو يفكر ان هذه الريحه اللي هو شراها. ايه هو صاحب المحل ما غشه، بس هو اللي غش نفسه. فانت دائما اذا تشتري عطر، العطر السر الوحيده اللي ما تنشره على عجاله. لازم الواحد يقعد على راحته، يشم قهوه بين كل عطر وعطر دقيقه دقيقتين عشان ما يندم. بالذات العطور الغاليه، اذا بيشتري واحد عطر غالي لازم يوم يقعد عليه علشان. زين، شنو ايش كثر المده اللي هي تبين ريحه العطر الاصليه؟ يعني انت مثلا لما تدخل على المجمعات ولا المحلات يرش لك العطر،
يقولك انطر 5 دقائق بس تبرد الريحه تشم، لكن فعلا فتره 5 دقائق تعطي الريحه الاصليه؟ حسب نوعيه العطور، في عطور تعطيك ريحه بعد ما ترشها بشوي تتغير ريحتها. نعم. تعطيك اكثر من الريحه حسب نوعيه العطور، مو شرط. بس دائما اللي تختبر العطر ترش منه خفيف. رشه خفيف. انا كتاجر عطور دائما لما اسافر برا نشتري زيوت عطريه حق عطورنا، اخذ عينه منه واسوي تركيز قليل جدا، تركيز عشان اشوف قوته. وبالعكس يعني في اصلا عطور الجيده لما تسويها تركيز عالي تزيد تركيزها تخرب، تخترب يعني ترشها تعبانه وما تقدر. يعني فكل عطر له تركيز معين، يعني ما تقدر تزيد عنه، ما تقدر تنقص عنه. نعم. اي فافضل شيء افضل اختبار انك ترش شويه بس، رشه خفيفه رشه خفيفه. والمده اللي انطر عليها دقيقتين تبين الريحه. تبين من اول ما تشم تبين. اذا شميتها على طول شميت ريحه كحول هذا خفيف. اذا ريحه كحول معناته اي هذا خفيف على طول اول ما تشم. بس اذا نطرت عليه شوي وشميت العطر لا هذا معناته. استاذ خالد، طب طالما انت عم تحكي على التركيز وفي كل عطر، واحنا ما شاء الله عم نشوف انه انت جايب كذا انواع من العطر موجودين عندنا بالاستوديو، تنصحنا بعطر يومي ممكن احنا نستخدمه، او بصفه عامه اي شخص يعني في دهن معين انت تنصح فيه للعطور اليوميه؟ العطور اليوميه عاده تكون العطور الفرنسيه. فرنسيه. العطور الفرنسيه، العطور الورود اللي يعني الواحد يغير. انا عن نفسي دائما اغير. في طريقه بالتعطير حسب كل شخص له عطر. يعني انا عندي في شغله منزلها جديده اللي هي هذه اللي هي تشوفينها بثلاث عطور. هذا حاط عود سيوفي هندي وحاط ورد طائفي وحاط مسك. هذه الزبون يشتريها كلها مع بعض، يستخدمهم مع بعض، يخلطهم على بعض، تعطيه ريحه جديده. فيرش العود ويرش عليه الورد، بعدين يعطيه فوحان. يرش المسك مع العود يعطيه قوه. يعني يخلط مع بعض لين يوصل للعطر اللي هو يبيه. لان كل واحد له مزاج بالعطور. يعني هذه انت تصنع عطرك بنفسك. يعني احنا نقدر نقول ان هذه تقريبا مخلطات، يعني هو يخلط اللي يبيه وتطلع له ريحه. اي كلمه مخلطات. هي حتى الشركات الفرنسيه ترى هم يخلطون العطور. انت الشركات الفرنسيه شلون تطلع لك عطر جديد؟ يخلطون عطر على عطر، يخلطون ورود على ورود، يخلطون مثلا ورد على البرتقال يطلعون. فالناس يعني ماخذه فكره ان كلمه خلطات انها رديئه، بالعكس. يعني الفرنسيه كل ما تطلع شيء جديد يخلطون عشان يطلعون شيء جديد. انت لما تخلط عطرين يطلع لك عطر جديد ثالث. صح. تخلط 3 عطور يطلع لك غير، طلع كذي يعني. اذا هو الفن اصلا بالتركيبه او بالخلطه الابتكار شيء جديد. الفن بالخلطه. ومرات تصير معنا انا سويت لي عطر خلطته من 6 عطور ما شاء الله، وضرب معاي والناس طلبته وضيعته، ما ادري وين كتبت. راحت الخلطه. تركيبته ما ادري وين راح. لليوم على طلب قلت لهم يا جماعه خلاص. ممكن على الريحه الواحد ساعات مرات يدورها، مثلا تحاول مره ثانيه تخلطها ما تطلع. هو الناس عامه صراحه يعني الشيء اللي مو موجود يحبونه يعني. صح. لما ينقطع العطر يحبونه. يصير على ما ادري ليش يعني. احنا تطرقنا يمكن للعطور العربيه والعطور الفرنسيه، شو الفرق بين العطر العربي والفرنسي؟ العطر الفرنسي هي العطور البرتقال، الفاكهه، العطور الورود، ورود جميع انواعها. يعني في ورود فرنسيه كبيره، يعني هذه اللي تشوفها. العطور العربيه دائما الخلطات، المسك، العنبر، الورد الطائفي، هذه كلها عطور عربيه. ومشكله حتى عندنا يعني الورد الطائفي يعني اللي بالسوق كله مقلد، يعني تعبان. مو اصلي اللي بالسوق؟ لا، في بالسوق اصلي بس غالي جدا جدا جدا. ليش؟ السبب انك انت عشان تطلع لك توله واحده 12 جرام تحتاج آلاف الوردات عشان تطلع لك 12 جرام. يعني تحتاج مزرعه كامله عشان تطلع لك ربع بكيلو ولا نص كيلو كذي. هذا السبب اللي يخليها غاليه. يخليها غاليه بأسعار. وهي تستاهل صراحه لانها فواحه جدا وتطول. نعم. استاذ خالد، بما انه احنا في برنامج شبابي، والشباب دائما صاحب حركه، بيتحرك، يمشي الشغل، يروح يرد البيت، شو ممكن تنصحنا بنوع عطر معين تنصح فيه شباب يتلائم مع طبيعته كشاب؟ حسب كل شخص. وحركه خاصه انه مرات بيكون ممكن رجل في مكتبه طول وقته قاعد، يا على مكتب يا قاعد في بيته، شاب صبح حركه. صح. هي العطور الفرنسيه عاده الشباب هم يعني يحبون العطور اللي عليها دعايه. اي بس دعايه والله صراحه يصير عليها اقبال. نعم، في شركات كثيره ينزلون عطور ما تمشي من اول ما يسوون لها حمله دعايه ضخمه، سبحان الله تصير تمشي. الكل يبي العطر هذا. انا صراحه صار معي موقف عجيب غريب. نعم. انا كنت في معرض عطور.
جتني زبونه قالت لي بشوف العطور، طلعت لها مرش عندي اسمه شبيه الريح، شمته كانت تحذفه كذي مو زين مو حلو. قلت اوكي شم الثاني، عندي مو عندي موظفين ولا في زبونه جايه، كانت تقول لو سمحت عطني مخلط شبيه الريح. قلت لها بتشمينه؟ كانت تقول لا عطني 4 حبات مجربته حلو كذي. قالت بعدها بنص دقيقه كانت تقول هذه طبعا هي ما تدري اللي شمته قبل شوي شبيه الريح. كانت تقول هذه البنت، كانت تقول لو سمحت ورني العطر اللي اخذته المره. هو نفسه؟ اي ما تدري هي. كان الرشق كانت تقول لي والله حلو عطني حلو والله العظيم. طب هذه الناس ما عندها وعي باتيكيت العطور في ناس وفي ناس يعني الناس دائما تقليد بس تقليد. وانا قاعد اشوف عندي يعني الحريم بالذات لما يشوفون زحمه على محل عليه دائما يعني على الدارج، العطر الدارج، يعني لو في عطر الناس تشتريه كثير وتتكلم عنه الكل يبيه. ايه هذا اكثر الناس اللي مو متذوقه، بس المتذوقه العطور اللي تفهم العطور لا صح. انا اتكلم عن فئه وفئه فئه وفئه. لكن هل الاغلبيه تاتي من التقليد ام من فئه الناس اللي عارفه؟ انت كونك صاحب شركه وعندك لا الاغلبيه ناس تعرف بالعطور وتشم العطور. اصلا في ناس عندي يجي يشم العطر يومين، يشمه ويروح يشمه بعدين يجي يشتري، خاصه العطور الغالي عندي ودهن العود. وانا عندي فيه يعني عطور دهون عود نسوي منها مخلطات توصل سعرها 300 و400 بدينار العطر الواحد. دائما اقول للزبون ما ابيعك، ارشه لك وروح لبيتكم بعد يومين ريح وشم على راحتك عشان ما تندم بعدين تجين. فدائما بالذات الشيء الغالي الواحد لا يستعجل، حتى بمعرض العطور لا تستعجل، شم على راحتك عشان ما تندم على هذا استاذ خالد. هلا كنت بتحكي على دعايه، واذا يعني برفيوم يصير عنده دعايه كثير كبيره دغري الناس بتاخده. طب انا مرات بضحك لما بسمع عطر اسمه نانسي، عطر اسمه هيفا، عطر هيفا وهبي، عطر مش عارفه شو. هل هذه وسيله عشان تجذبوا يعني الشاري؟ نعم. يعني بس لانه نانسي خلص انا بدي اخذه لانه عطر نانسي. نعم. طب شو عارف بيكي مش عارف. انا واحد نصحني صراحه نصيحه، قال لي نزل عطر سمى ميسي. ميسي والله اللي يمشي، بس ما نزلته يعني. ما عندك اي عطورات تحت اسماء فنانين ولا ما عندك؟ لا عندي كشخصيات، عندي عطر اسمه كوزيت، هذه شخصيه في روايه البؤساء. نعم. حاط حتى صوره الطفل لانه هو عطر فيه مسك يصلح للاطفال. ترشينه يعني قد بارد ويطول ما يأذي الطفل، فكذي يعني حطيته حق وعلى اقبال يعني حسيت ان دعايه الناس لا بدون دعايه الناس تجرب. انا شلون امشي دعايه لما نعم يجون يزوجوا زباين ارش لهم يروحون بعد نص ساعه جوني وين العطر رشيت لهم منه كذا يعني. خلاص طب انت حضرتك شاركت بمعرض الخريف للعطور صح؟ نعم. كيف كان الاقبال على عطورك انت او على رشه عطر بالذات؟ والله الاقبال على كل المحلات الحمد لله ما شاء الله. يعني على كل المحلات يعني انا ما ابخس حقهم يعني رشه عطر بماذا تميزت هالسنه؟ رشه عطر محل رشه عطر او مصنع رشه عطر بماذا والله هذا اول نزول لنا فعلي. المره اللي المعرض اللي طاف نزلنا شيء مستعجل لاني انا ما كنت محصل المكان، لكن بعد ما حصلت مكان نزلت نفس ديكور محلاتي وكان عندي وقت يعني. صحيح. فنزلت بضاعتي، وهم بعد في عندي انا يعني بشركتي دائما ابحث عن الجديد يعني. حق الموجود يعني دائما محلات العود وهذا تلقاهم بني وبيج فانت شكلت بالالوان. انا لو تدخل محل الحين تشوف كله بنفسجي الوان كله ذهبي. يعني طلعت عن المألوف الناس تحب الجديد يعني. اكيد سعد. احنا جدا شاكرين لك على تواجدك اليوم، وان شاء الله يرب منها العالم ونشوف شركه رشه عطر شركه عالميه مو بس فقط محليه. الله يبارك. شرفنا بتواجدك اليوم. شرفنا فيكم. مشاهدينا فقرات وايزون لا زالت مستمره. اليوم الويكند اخر حلقه بالويكند، كثير من المفاجات، خليكم متابعينا.